السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب وز. النهاردة هنحول لكم اللية والدهن للسمنة البلدي. بصوا معايا كده، معانا لية اهي بتاعة الخروف، ومعانا الدهن بتاع الجاموسة بتاع الضحية. شفتوا اللية؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة وبيضة وزي العسل. معانا حوالي كيلو ونص لية وحوالي 2 كيلو دهن. زي ما شفتوا كده، هناخد الحاجة دي نغسلها بالملح والخل والليمون وننضفها عشان ما يبقاش ريحه زفره ولا اي حاجه. بعد ما غسلتها حطيتها في التلاجة في الفريزر حوالي ربع ساعه عشان اشمعها، عشان وانا بقطعها ما تتعبنيش في التقطيع. زي ما شفتوا اهي، بيضه وزي القشطه وريحتها جميله، ولا زفره ولا زنخه زي ما اي حد بيقول. وقطعناها مكعبات صغيره عشان تجيب السيله اللي فيها كله. ما شاء الله عليها زي العسل. حطيناها في الحله بتاعتنا بقى، وهنرفع الحله بتاعتنا ايه على البوتاجاز. في الاول هنخلي النار عاليه لغايه ما تبدا تجيب السيله بتاعها شويه، وبعد كده نهدي النار شويه كده على نار عاليه، وهنقلبها كل 5 دقايق. السمنه بدات تظهر منها اهي. اهي ما شاء الله. اهم حاجه تغسليها وتنضفيها عشان ما يبقاش ريحتها اي حاجه. وهي ما شاء الله ما ريحتهاش حاجه، لان الخروف ده تربيه بيت. الخروف ده بتاع اختي، قالت لي انا عندي اللي هي بتاعه الخروف بتاعتي وعايزه احولها زي ما بتوع النت بيقولوا لسمنه بلدي. قلت لها انا احولها لك لسمنه بلدي. طول عمرنا بنعملها ايام جدتي الله يرحمها ويجعلها في الجنه، وجبتها منها وحولها لها لاجمل سمنه بلدي. اهي بسم الله ما شاء الله كده. خلينا النار متوسطه. شوفوا السيله طالعه منها اهو. نقلبها بقى كل 5 دقايق، ونخلي بالنا عشان بتفور زي السمنه بالظبط. شفتوا؟ سمنه بيضه زي العسل اهي. ما ريحتهاش اي حاجه. سيبك بقى من اللي بيقولك ريحتها بتبقى زفره، ريحتها بتبقى زنخه، لا. الحاجه تربيه بيوت وجميله ونظيفه، وطالما انت غسلاها ومنضفاها مفيش الكلام اللي بتسمعيه ده كلام بنسمعه بس. طول عمرنا بنعملها وبناكل بيها. كده بقت لونها ذهبي، دخلت لمرحله السوى. وطيت عليها النار خالص. اهي بسم الله ما شاء الله. دي معلقه ملح، ودي الماده الحافظه بتاعتها. وهنحط عليها نص كيلو زيت، وبراحتك. الزيت ده مش اختياري يعني، براحتك تحطي ما تحطيش براحتك. وما تنسوش بقى، لو اللي هي بتاعتنا اللي حولناها لسمنه البلدي عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله هتعجبكم، بس جربوها. نطبخ بيها الخضار، بتبقى ريحتها جميله وطعمها زي العسل، اكنك حاطه فيه لحمه. وتوفر معاكي مع غلو الاسعار اللي احنا فيه ده. تطبخي بيها الخضار، وتخلي بقى السمنه البلدي اللي عندك بقى العمايل الرز. ودي اي خضار تطبخي بيها بقى، باميه، سبانخ، فاصوليا، بطاطس. بسم الله ما شاء الله. بيبقى الحاجه طعمها وريحتها زي العسل. كده خلاص جابت السمنه اللي فيها كلها، ونقلناها على الرخامه. وهنسيبها تبرد حوالي ساعتين، لان انتوا عارفين ان احنا في الصيف وكده كده الجو حر. فما ينفعش نحطها سخنه في البطرمان، الازاز هتكسره او البلاستيك هتسيحه. صفيناها بقى بالمصفى بتاعتنا، وعبينا البطرمانات زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. زي ما انتوا شايفين سمنه بلدي. وده السيله اللي طلع منها. في ناس بتحب تحطه في الباميه، في السبانخ، في المسقعه. كل واحد ودي حريه شخصيه، اللي يحب يحطه او ما يحطوش. هنبيتها بقى ليله على الرخامه. انتوا شايفين اهي، هنبيتها بقى ليله على الرخامه. احنا كنا عاملينها بالليل. بصوا الصبح ما شاء الله اللهم بارك، وما دخلتهاش التلاجة. مرمله وزي القشطه. بصي، بيضه زي القشطه وسمنه ومرمله وريحتها جميله. البطرمان ده سايب شويه عشان هو يعني كبير شويه عن التانيين.
ما نغطيهاش وهي سخنة عشان ما تعرقش وبعد كده تعفن. عايزة تشيلي في التلاجة شيلي، في المطبخ شيلي. ألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.